أنا ما عنديش من 3 أيام ما نمتش، وأنا باغيّر كل ما بيحصل لي كده باغيّر منوّم، فكلمت الصيدلية جبت منوّم، بعت لي منوّم يتشرب، فأخدت من غير ما أحس من تعب الإرهاق شربت زيادة، رُحت الحمام قعدت حشيت وقُلت لجوزي ما عرفتش أرجّع، فرُحت لجوزي المطبخ وجوزي قُلت له: "أنا شربت زيادة يا عمري من الدوا ده ودّيني الطوارئ." قال لي: "ده ما بيعملش حاجة." بس قُلت له: "لأ ودّيني." قال لي: "كلمي الصيدلية واسألي." كلمت الصيدلية قُلت لها: "شربت زيادة من النوم اللي أنت حضرتك بعته لي دلوقتي." قال لي: "ما بيعملش حاجة." بس بعد كده ما حسيتش بالليل خالص، لقيت نفسي الدنيا باينة مني مش عارفة الساعة كام، ولقيت نفسي في الطرق، مش عارفة ما نمتش ومش عارفة أنا كنت فين، ما عنديش حتى فكرة إن أنا كنت فين. وبعد بشوية حسيت رُحت شُفت نفسي في المراية، فشُفت عينيّا اتحركت حركة غريبة كده، يعني كأن حاجة جات وعملت كده وراحت، فأنا قعدت باصة كده خُفت، عيطت، رُحت لجوزي قُلت له: "ما تروحش الشغل النهارده أنا حاسة إن أنا تعبانة." قال لي: "تمام ماشي." وبعد شوية رُحت أحاول أنام، شُفت نفس المنظر اللي أنا شُفته أول مرة لمّا شُفت بالشخص ده، شُفت سيدنا عيسى وشُفت سيدنا موسى، وربنا يعني انت بتشوفي الحاجات دي وانت نايمه ولا وانت صاحيه فعلا؟ مش يعني عارفة سيدنا أنام، موسى وسيدنا عيسى شُفتهم وأنا صاحية. أنا صاحيه عندي شيطان قدام عينيكي؟ أنا عشان لمّا شُفت عند الشخص ده شُفتهم وأنا صاحية، وكلموني وأنا صاحية، ايه بقى الحوار اللي ده بينك وبينهم؟ قالوا لي إن أنا مريم، وأنا حسيت يعني سيدنا عيسى سيدنا موسى وقالوا لي وانت دعاكِ صاحيه مستجاب. شفتيهم قالوا لك ان انت مريم أيوه، وإن أنتِ دعاكِ مستجاب. وان انت دعاكي مستجاب. بس طيب دلوقتي يوم الواقع ايه اللي حصل؟ ايه الحاجات اللي جات لك في دماغك في يوم الواقع؟ شُفت سيدنا عيسى، شُفت سيدنا موسى، كنت في النوبة، ربنا أمر كل يعني جات لك النوبه في اليوم ده؟ أيوه، تمام. أيوه. ايه اللي حصل بقى؟ وأنا خاطبوني أنا كسيدة مريم، يعني ربنا أمر يوم الواقع سيدنا عيسى سيدنا موسى. سيدنا موسى شفتين الاثنين أيوه، وخطبوكي بقى أيوه، كذلك انت ستنا مريم. أيوه. وايه الحوار بقى اللي بينكم وبين بعض؟ وإن ربنا أمرني أنا وكل الطيبين وكل الملائكة اللي في الأرض إن كلنا نصعد للسماء دلوقتي، وإن الأرض دي اللي هيقعد فيها بس بعد ثواني بس أشرار ربنا هيفجر الأرض دي ويقضيها واحدة جديدة. يعني انا لازم تصعد للسماء. طب حدد لك مين؟ ما حددليش حد يعني خطاب ليا أنا. خطاب كان موجه ليكي انت. أيوه، أيوه، أيوه. تمام. طب انت شفتيهم كشكل شكلهم كان ايه؟ سيدنا يعني بني ادمين زينا ولا في بني حاجه آدمين؟ ولا تهيؤات ولا ارواح ولا ايه بالظبط؟ أنا شفتهم بني آدمين. بني آدم. أيوه زي بني آدم لابسين لبس أبيض كده. لما شفتهم يعني أول شفتهم مرة اثنين بني ادمين وانت صاحيه ولابسين لبس ابيض وقالوا لك ان انت مامة. أول مرة وأنا رحت للشخص ده شفتهم وأنا صاحية. ايوه. تاني مرة يوم الواقعة وأنا نايمة فزي الحلم، معرفش إن هو كان يعني حلم يوم ولا الواقع حقيقة. كان زي الحلم. شبه الحلم كده معرفش إن هو طب كان. انت بعد ما شفت بس الكلام ده أول مرة أنا صاحية أصلا وقاعدة كده. طب يوم الواقع شفتيه كحلم آه. بعد كده صحيتي أيوة. ايه اللي حصل؟ ده أنا مش نايمة، أنا متمددة على السرير بس مش نايمة، فكان كأنه فلاش كده، ايوه. مش زي أول مرة إنه حقيقة أوي. الاثنين سيدنا موسى سيدنا عيسى أيوة. شفتيه. تمام. أيوة. وبعدين وبعدين أمروني كأنا السيدة مريم ربنا أمرك إن لازم تصعدي للسماء دلوقتي. يعني هم قالوا لك وجهوا لك الكلام أيوة. قالوا لك ان انت مريم ولازم تصعدي للسماء حالا. أيوة بس ما كانش بكلام، كانت بأفكار. كانت افكار. بأفكار والصوت في دماغي بسرعة 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 بسرعة. ايوه. إن ربنا كل الملائكة وكل الطيبين وكل الصالحين دلوقتي لازم يصعدوا للسماء لأن الأرض دي اللي قعد فيها أشرار بس ربنا هيبدلها بحاجة واحدة جديدة. الموضوع كان زي طوارئ كده. تمام. بس طب انت بقى لما حصل لي الكلام ده وصحيتي ما رحتيش لجوزك تستعيني بيه وتقولي له انا جات لي الاول اعمل ايه او كده او شفت كذا؟ مش فاكرة كل اللي كنت بفكر فيه إن أنا مش هكسب بنتي في الشر. بس يعني انت كان احساسك بقى ايه لما قالوا لك الكلام ده؟ يعني قالوا لك لازم تصعدي انت ما فكرتش، ما عنديش أفكار. مفيش افكار. طب ايه اللي عملتيه بقى؟
مش فاكرة، كنت بفكر إن أنا خدت الخيط على أساس إن أنا بفكر، أنا قلت أنا عمري ما قتلت نفسي، هقتل نفسي إزاي؟ ايوه. فخدت الخيط وقعدت أفكر، قلت أنا هقتل نفسي بالخيط ده. بس بعد شوية قلت أنا أكيد مش هسيب بنتي في الشارع لوحدها، بعدين أنا مش فاكرة والله التفاصيل. لا ما انت قلت ان انت جبتي الشنطه اللي هي القماش وقطعت الايد كده، ده حصل؟ طيب ازاي حصل الكلام ده؟ قولي. ما أعرفش، رحت لحد الدريسنج لقيت شنطتي محطوطة فوق لبسي، بس فخدتها ورحت المطبخ وقطعتها، ورجعت للدريسنج. وبعد كده ايه اللي حصل؟ مش فاكرة، أنا فاكرة إن أنا قعدت أبص فوق في اللي عندي بتاعة النور دي حديد، وقلت أنا ما هعمل كده. بس بعدين قلت أنا أكيد مش هسيب بنتي في الشارع، بعدين أنا مش فاكرة بس. يعني انت مش طعمتي، مش جبت الحبل ده وربطتي بيه رقبة بنتك وموتيها؟ مش فاكرة. مش فاكرة. وبعد كده جبت السكينة وقعدت تضربي بيها نفسك؟ مش يبقى دي فاكرة. مش حاساها برضه. مش فاكرة والله، ما حسيت، أنا حساسة للألم. غير كده أنا متعلقة ببنتي وعاطفية حساسة بزيادة، جوزي يشهد أنا لو بنتي اتخبطت في الطاولة كده، أنا لو بنتي تعبانة بعيط قاعدة أعيط كده. ما حسيتش، أنا جسمي نفسي ما حسيتش بيه، وأنا قعدت في النهار حضرتك 10 أيام، أنا حتى لما كنت في القسم أنا بالراحة طلعت من نوبة يوم القيامة، لما دخلت كنت في القسم تدريجيا دخلت في الواقع اللي هو صحيح، أنا قعدت في النوبة 10 أيام آخر نوع. في ناس في القسم كانت معايا بتشرح، كل 34 ست موجودين جوه الحجز، والناس الموجودة هناك الضباط كلهم كانوا